الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا شرح اليوم بشرح لكم بإذن الله اشتراطات الكود المصري في الأعمدة الخرسانية المسلحة. طبعا أول شيء اللي هو رقم 1، أقل قطر حديد تسليح طولي هو 12 ملي، يعني ما يقلش قطر السيخ عن 12 ملي، 12 14 16 وهكذا، لكن ما ينفعش يبقى 10، ما ينفعش يبقى 8، ما ينفعش يبقى كده يعني. طبعا رقم 2، أكبر قطر حديد تسليح طولي هو 25 ملي، ده بالنسبة للكود المصري، إنما في الكود السعودي فيه 32 بيشتغل يعني وكده يعني. فأكبر قطر زي ما قلنا تسليح طولي هو 25 ملي. رقم 3، أقل عدد أسياخ هو 4 في الأعمدة المستطيلة والمربعة، 19 أسياخ من الأعمدة الدائرية، يعني العمود ما يقلش عن 4 أسياخ في الأطراف، بتاعت الكاني، في الزوايا يعني ما يقلش عن 4، والعمود الدوران ما يقلش عن 19 سيخ، ده اللي هو العمود الدوران حسب القطر بتاعه طبعا اللي هو الدائري. رقم 4، أكبر مسافة بين سيخين متتاليين هي 25 سم لمنع التشريخ في الخرسانة، يعني ما ينفعش يبقى بين سيخ وسيخ أكبر من 25 سم. يعني وليكن معنا كان نحن 50 سم، حاطط فيها مثلا لكن 4 سياخ، أوكي 4 سياخ تمشي، إنما 3 سياخ ما نمشيش، هيبقى كل كام بالظبط ممكن 25، يعني هيبقى ضعيف برضو على 50 سم. فهمت كيف؟ يعني ما يقلش عن 25 سم بين السيخ والتاني. رقم 5 معانا، يجب ألا تقل المسافة بين سيخين متتاليين عن 7 سنتي حتى لا يحدث تعشيش ويسهل دمك الخرسانة. بمعنى إنه ما ينفعش إن أنا أحط سيخين جنب بعض ويبقى المسافة أقل من 7، لازم يعني ما تقلش عن 7 سنتي، بحيث يعني عرض الصباعين بتوع حضرتك بس، ف7 سنتي ما تقلش عن 7 سنتي. دي بالنسبة لإيه؟ بين الأشاير. معنا رقم 6، يجب توزيع الأسياخ بالتماثل في الأعمدة المعرضة للضغط الصافي، يعني لازم أوزع الأشاير بالتساوي بالظبط، وليكن معنا كان 50 سم وفيها 5 سياخ، أقسم المسافات بتبقى بالتساوي، يعني بين السيخ وأخوه بالتساوي. طبعا معنا رقم 7، يجب أن يكون عدد الأسياخ هو رقم زوجي، يعني العمود يبقى فيه 8 6 10 12 14 16، ما ينفعش يبقى 15، ما ينفعش يبقى 13، ما ينفعش يبقى 11 بس. استخدام رقم 8، استخدام أقطار مختلفة جائز، ولكن بشرط أن تكون أسياخ متتالية في جدول الأقطار والتوزيع متماثل. يعني مثلا لو عمود جاييني حديد 16 وأنا ما عنديش حديد 16، وليكن عندي مثلا 18، خلاص أشوف في حسبة بتتحسب طبعا، بقى أعملها فيديو تاني إن شاء الله. أوفق بين الأسياخ، يعني لو يكن حديد 16 وما عندي حديد 16 أركب 18 والعدد مظبوط ما أقل منه بس. معانا رقم 9، يجب ألا تزيد المسافة بين فرعين في الكانات عن 30 سنتي، يعني الكان الأوتوماتيك مثلا ما تقلش عن 30 سنتي، في الأوتوماتيك ما تقلش عن 30 سنتي بس. معانا يفضل رقم 10 والأخير، لا قبل الأخير، يفضل تكثيف كانات الأعمدة في أول وآخر متر من الأعمدة لمقاومة قوة القص الزلازل والرياح، يعني نكثفه أول متر من العمود وآخر متر. رقم 11، تكثيف الكانات يكون بقيمة 1.5 قيمة الكانات الرئيسية، يعني لو معانا كان 50 سنتي أضربها في 1.5 تديني كام؟ تديني 75 سنتي أكثف عليه. ودي طبعا شرحت لكم شرح سريع يعني ده الكود المصري للأعمدة الخرسانية المسلحة، ده بالنسبة للكود المصري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.